ديلي ميل صرحت وقالت ليه هيكون عام 2025 هو العام اللي هينتزع فيه محمد صلاح لقب أفضل لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز عن الملك هنري. وبيكتب داني ميرفي وهو لاعب إنجليزي سابق في نادي ليفربول لكرة القدم ومحلل فني من هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق. ألان شيرر هو صاحب أكبر عدد من الأهداف، وراين جيجز عنده 13 لقب. أما الكرة الذهبية فقد حققها فقط كريستيانو رونالدو ورودري، لكن كل الاستطلاعات للرأي تقريبا بتضع تيري هنري في المرتبة الأولى. ويمكنني أن أرى السبب، يمكنه أن يهزمك إما بالمهارة أو بالسرعة. في ليفربول كنا بنضاعف جهودنا لإيقافه وبنفشل في ذلك. على مدى عقدين من الزمن جلس الملك هنري على العرش دون قلق على الرغم من المواهب الاستثنائية الأخرى، ومع ذلك قد يكون عام 2025 فاصلا. إذا حقق محمد صلاح ما أعتقد أنه سيحققه فسوف يتفوق على هنري. في الأشهر القليلة المقبلة يمكن لصلاح أن يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، والحذاء الذهبي الرابع اللي بيعادل الرقم القياسي المسجل باسم ألان شيرر وهنري، وبيحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين خلف شيرر وهاري كين وروني. كل هذا من لاعب جناح لم ينضم إلى ليفربول حتى بلغ 25 عاما، كما أنه يتصدر القائمة من حيث التمريرات الحاسمة. وفي حال توقيعه على عقد جديد مع ليفربول فإن ذلك هيجعل من عمره في إنجلترا أكثر من عقد من الزمن. الحقائق والأرقام ليست هي التي تجعل صلاح مميزا بل فريدا من نوعه، فهو يحقق كل ذلك في مركز الجناح. كان هنري لاعب قلب هجوم ينجرف إلى اليسار، صلاح عكس ذلك بيبدأ من اليمين ويتوغل إلى الداخل عندما تسنح له الفرص. يسجل هذا الكم من الأهداف التي يسجلها لأن أداؤه في مركزه استثنائي، بيقوم بالركض لاستلام الكرة بالقرب من المرمى، وبمجرد وصوله بيتخذ قرارات سريعة قبل أن يتمكن المدافعون من التفاعل معه. لمسته الأولى الإعداد اللمسة الأخيرة استثنائية، إنها موهبة خالصة. بالإضافة إلى ذلك لديه رغبة رائعة، كلما سجل أهدافا أكثر كلما زادت رغبته في التسجيل. لقد كان صلاح هو السبب في وصول ليفربول إلى نهائيين في دوري أبطال أوروبا، وحصولهم على المركز الثاني في الدوري مرتين برصيد نقاط كان من الممكن أن يجعلهم أبطالا في أي موسم آخر. سيكون هنري أول من يعترف بأنه كان لديه لاعبون من الطراز العالمي مثل باتريك فييرا ودينيس بيركام في أرسنال الذين ساعدوه، وكان واين روني ورونالدو إلى جانب بول سكولز في مانشستر يونايتد. كان لصلاح بعض الزملاء الرائعين في الفريق ولكن ليسوا بهذا المستوى. تخيل ما كان بإمكانه أن يفعله لو كان سكولز وبيركام شريكين له. الاستمرارية هو أيضا عامل من عوامل العظمة، قوة بتحمل اللاعب المصري رائعة ويبدو في حالة بدنية أفضل من أي وقت مضى. سيبلغ 33 عاما في شهر يونيو، وهو عمر تتوقف فيه الأندية عادة عن تقديم عقود طويلة الأمد. لكنني لا أرى سببا يمنع ليفربول من منحه 3 سنوات أخرى كأعلى لاعب أجرم بتاريخ النادي. إنها مخاطرة تستحق المخاطرة بالنسبة للنادي عندما تضع كل شيء في الحسبان، لكن صلاح يستحق معاملة خاصة. لن يتراجع مستواه في العام أو العامين المقبلين. جميع اللاعبين يريدون أن يكونوا محبوبين، وصلاح معشوق في ميرسيسايد يبدو أنه شخص يولى أهمية كبيرة لأن تكون عائلته مستقرة وسعيدة. إن إرثه مضمون بالفعل، ولكن إذا بقي معظم هذا العقد من الزمن فإن المزيد من الأرقام القياسية ستتحطم، حتى تلك التي بدت غير قابلة للتحقيق، مثل الرقم القياسي لأهداف شيرر في الدوري الإنجليزي الممتاز أو رقم إيان راش في ليفربول. صلاح لديه هذه الرغبة الشديدة في دخول كتب التاريخ. إنه بالتأكيد أحد القادة الرئيسيين في فريق ليفربول، وبعيدا عن الأهداف فإن رؤيته للعثور على زملائه في الفريق أفضل من أي وقت مضى. إنه رجل الفريق المناسب إلى جانب كونه لاعبا استثنائيا في سن 32. صلاح هو الحزمة الكاملة. كثيرا ما عانيت على يد هنري. لقد سجل ثلاثية رائعة في شباكنا في ليفربول خلال موسم تحقيق اللقب لأرسنال، وحتى عندما انتقلت إلى تشارلتون سجل ذلك الهدف بكعبه الخلفي. لم أكن أعتقد أننا سنرى مثله مرة أخرى، وبحلول نهاية العام القادم أعتقد أن مو سيرتدي التاج.